انا بشوف ان موضوع الشغف ليه تعريفين كده بيتم تداولهم. يعني انا في واحد منهم انا معاه والتاني ضده تماما. اللي انا ضده عشان نختصر فيه الكلام اللي هو فكره ان واحد يبقى تلاقيه كده مهبط شويه كده او محبط شويه والباور عنده نازل فيقول لك انا فقد الشغف. لا، ما فيش حاجه اسمها فقد الشغف. بنهزر كده. كلنا ممكن نبقى عندنا في بعض الاوقات في ابس اند داونز، لكن في الاخر في مسؤوليه وفي التزام تجاه مهام وتاسكس او بروجكت شغال عليها، فانت لازم بتعمله. صحيح الواحد اوقات بتبقى طاقته فبيقدر يدي زياده، ولكن ما فيش حاجه اسمها انا فقد الشغف فما بشتغلش، ماليش مزاج اشتغل. ده انا ضده تماما. اما المفهوم بتاع الشغف ان انا ممكن يكون عندي حاجه انا شغوف وبغوص فيها ولاقي نفسي فيها وممكن اشتغل فيها 10 12 ساعه ما احسش بالوقت، هو ده الشغف اللي انا معاه، اللي انا بايده. ان انت لو لقيت ده فده حقيقي بيفرق معاك قوي، لانه كل المجالات فيها صعوبات. فلما الواحد بيشتغل في حاجه بيبقى عنده قدر كبير من اللي فيها بيحبه، بيقدر يستحمل الجزء بقى اللي بيضايقه فيه، لانه في الاخر في حاجات هتضايق. فالحاجات اللي هتضايقك دي بقى انت بيبقى عندك طاقه تستحملها ليه؟ عشان انت عندك طاقه اكبر من من الجزء اللي هو اوريدي عجبك.